السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني يا رب دايما تكونوا بخير ودايما تكونوا في أحسن حال. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل ملوخية ونعمل رز بشعرية. دلوقتي أنا الفرخة كنت مجهزاها وغسلها كويس بملح وليمون ودقيق، ولو مفيش ليمون ممكن تحطي معلقة خل. وبعد كده عملت بصلة بشوية بهارات كده، بهرتها كده بشوية بهارات وملح، وحطيتها في قلب الفرخة، حشيت الفرخة بيها يعني. الخطوة دي بتدي الفرخة طعم جميل. وبعد كده حطيت مية وحطيت فيها بصل وفلفل وحطها تتسلق زي ما بنسلق الفراخ عموما يعني. وبعد كده حطيت الشعرية على النار ومعها معلقة سمنة، وهعمل بقى الرز بشعرية. هقلب بالشعرية كده لحد ما تحمر كده، ابتدت تحمر زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يبقى لونها ذهبي. وبعد كده انزل بالرز عليها كده. بقى انا حطيت الرز، بس هو التصوير مش واضح أوي عشان انا ماسكه الفون بايد وشغاله بايدي التانية، ف... فاعذروني يعني. لازم نقلب الرز كويس قوي في الشعريه علشان نغلف الرز بالسمنه كويس. الخطوه دي برضو ايه مهمه، تخلي الرز يطلع مفلفل وجميل كده. بقى انا قلبته كويس زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى زودته بشوربه، حطيت نص شوربه ونص ميه اساسي يعني. هسيبه بقى لحد ما ايه يبتدي يستوي. بس هو كده كان ابتدى يشرب، وانا طول ما بيشرب كده انا بطفي عليه هو لسه في شوربه. تقولوا لي ازاي؟ اقول لكم مش عارفه، بس بيطلع مفلفل وجميل. وهنا بقى جبت حله صغنونه كده وحطيت فيها شويه شوربه، وحطيت الملوخيه بتاعتنا طبعا بعد ما فكت عشان هي كانت في الفريزر، وابتدت بقى تغلي. جبت معلقه توم مفروم بقى وحطيت عليها معلقه كزبره. لما التوم يحمر طبعا بقى هنعمل طشة الملوخية اللي انتوا عارفينها طبعا. طبعا عاملة ايه كده لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي الجرس. شايفين؟ جد كانت تحفة، طعمها تحفة. اهو شايفين بقى. هنا الفرخة بقى كنت لسه هحمرها. هنا طبعا بعد ما حمرتها وجهزت الغدا اهوت. اتفضلوا اتغدوا معانا. وعملت سلطة عشان لو محدش عايز ملوخية ياكل سلطة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.